السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تغطيتنا لهذا اليوم مسجد تراثي، مسجد العوشن، مسجد جميل جدا جدا، يقع في مدينة الرياض في حي السويد الغربي، قريب من طريق المدينة المنورة. حي السويد الغربي، اكتب في جوجل مسجد العوشن يطلع عليك على طول. مسجد كل قطعة فيه تراثية، انظر إلى الزير، انظر إلى دورات المياه، مدخل المسجد، مخارجه، المنارة، كل قطعة فيه تعتبر تراثية. هذا مدخل إحدى النوافذ، ومدخل هذه النافذة تدخل بنا إلى داخل المسجد. شوف مسجد جميل، الله رائع، حتى النقوش الزخرفية النجدية موجودة. شوف المساند القديمة يسمونها مطير موجودة. يعني كل قطعة في المسجد تراثية، يعني ما تمل من الجلوس فيه. هذا يعتبر زيارة جميلة. هذه دورات مياه، شوف انظر لدورات مياه، حتى دورات مياه، السقف، الإنارة، الإضاءة، مصبات المياه أيضا تراثية. مثل ما قلنا الموية، الزير وما الزير أيضا تحفة تراثية. هذا داخل المسجد، انظر إليه، جميع الأنوار من السراج. شوف السراج، كل الأنوار عن طريق تم إدخال السراج فيها، إضاءة طبعا حديثة ولكن بطريقة تراثية. حتى السقف ناظر، شوف السقف ما شاء الله، من جذوع الأثل ومن الجريد، طلع منظر جمال. حتى المحراب، شوف السماعة، الميكروفونات محطوط عليها حبل، يعني شوف حتى شكل المحراب تراثي جدا جدا. هذا أحد الأبواب التراثية المنقوشة النجدية التي تدخل بنا إلى المسجد. ما شاء الله، شوف أبواب تراثية نجدية منقوش، تم نقشها نقشا جميلا. يا سلام، مسجد صراحة تحفة تراثية. حتى حاطين الكوة اللي يحط فيها السراج، شوف الكوة اللي موضوع فيها السراج، شوف طلع المسجد جمال. شوف السقف أيضا، هذه خلوة ما خلوة. أيضا هذا إحدى المداخل للمسجد، مسقوف ومنور بإضاءة، إضاءة السراج. هذه أيضا جانب من دورة المياه. يعني تعجز أن تصف هذا حتى الأعمدة، شوف حقة المصاحف. هذا هو مسجد العوشن. شكرا لكم.